الحلقة 9 من مسلسل علي كلاي. بتبدأ قصتنا النهاردة بصفوان وهو بيقابل أمنية وبيطلب منها تساعد يرجع روح، وقال لها هطلب منك طلب صغير. أول لما علي يبقى قاعد مع كاميليا بلغيني، وبيديها 10,000 جنيه وبيسيبها ويمشي. في نفس الوقت كاميليا بتكون قاعدة مع بنتها اللي جاية مع طليقها فتحي، والبنت بتقول لها أنا مش عايزة أشوفك تاني لأنك بتعملي حاجات وحشة. وعلي بيروح دار الأيتام يقابل روح وبتقول له إنها حاولت تكلمه كتير عشان تعرف عمل إيه مع صفوان، بس هو بيقول لها إنه كان مشغول في الشغل عشان كده معرفش يرد عليها، وبيقول لها إنه طلب إيديها من صفوان وهو وافق، بس هي قالت له أنا مش موافقة لإنك متجوز يا علي. لكن هو قال لها أنا خلاص هطلق ميادة، بس هي قالت له أنا مستحيل أكون السبب في خراب البيوت، بس هو قال لها بيكي أو من غيرك كنت هطلقها لأني قرفت منها خلاص، وقال لها إنه بيحبها وإنه ما يقدرش يعيش من غيرها وإنها الحب الوحيد في حياته. وبنرجع تاني لكاميليا وهي راحة تركب العربية، بس بتلاقي طليقها فتحي كسر لها الإزاز، وبتقول له حرام عليك دي فلوس شقة. قال لها ما أنا عارف شقة النقطات صعب، وقال لها شوفي لك ناطع من اللي ماشية معاهم يجيب لك عربية تانية، والكلام ده بيعصبها وبيخليها تمسك طوبة وترزعها في دماغه. في نفس الوقت علي بيروح البيت وبيقول للحاج منصور إنه عايز يتكلم معاه في موضوع مهم، وبيسأله قال له مين عزاز يا حاج منصور، وقال له إنه جاله المحل وقال له كلام مش مفهوم، والحاج منصور قال له ده واحد كنا نعرفه زمان. وعلي قال له طيب إيه اللي يخليه يجي ويقول لي إن أبويا لسه عايش وإنه عارف مكانه؟ لكن الحاج منصور قال له أنت طول عمرك عايش معانا من بعد ما ابن الحلال جابك هنا وقال إن أهلك كلهم ماتوا وإنك ملكش أهل، وقال له إن عزازي قال إنه هيقول له على أبوه الحقيقيين بس هيتأكد من الحاجة الأول وبعدين يقول له. بعدين قال لهم إنه هيطلق ميادة لأنه ما بقاش مستحمل قرفها، وقال لهم إنه بيحب واحدة تانية وعاوز يتجوزها، بس أخوه ماهر بيقول له أنت كده هتضيعنا وهتخلينا على الحديدة لأن كل أملاكنا دلوقتي باسم فاتن ميادة، وأبوه كمان قال له مش هيحصل اللي أنت بتقوله دوت. لكن علي بيقول له أنا من حقي أتجوز وأخلف، وعلي ما بيسمعش كلامهم وبيقول لهم أنا قرار جوازي مش هرجع فيه، وبيسيبهم ويمشي. في نفس الوقت صفوان بيكون قاعد في كافيه مع روح وبيقول لها إن علي كلاي جه وعرض عليه فلوس عشان يوافق على جوازهم، بس هو عشان راجل شريف رفض، وقال لها قد إيه إنه بيحبها، وبيقول لها إنه لقيت وإن الحاج منصور لقاه وهو صغير في الشارع وخده رباه، وبيقول لها كمان إنه ماشي مع بنت مغنية اسمها كاميليا، وقال لها إن علي وكاميليا دلوقتي بيعملوا مع بعض واحد اندومي متروش شطة، وبيقول لها إنه بيضحك عليها زيك وإنه معشمها بالجواز. في نفس الوقت بيجيله اتصال من أمنية وبتقول له إن علي دلوقتي مع كاميليا في القسم ومروحين على البيت. قال لها تمام، أول لما يروحوا اديني رنة. وعلي بيكون في القسم بيحاول يطلع كاميليا لأن طليقها عمل لها محضر عشان ضربته، لكن علي بيحاول يقنعه يتنازل عن المحضر لكن هو بيرفض. علي قال له خلاص أنا هبلغ عنك إنك بتبيع موبايلات مسروقة في محل الموبايلات بتاعك، لكن طليقها قال له على إيه يا زميل، ميلي الطيب أحسن، وبيتنازل عن المحضر. وكاميليا بتروح وعلي وكاميليا بيروحوا على البيت، وبتقول له أنا عمري ما هنسى وقفتك معايا النهاردة، أنا بحبك قوي. وهو بيقول لها إحنا مش هينفع نكمل مع بعض وأنا مش هاجي هنا تاني. وده خلى كاميليا تعيط وقالت له هو أنا عملت حاجة زعلتك يا حبيبي؟ قال لها لأ، أنا هتجوز روح لكن هفضل جنبك أخ، ولو احتجتي أي حاجة في أي وقت هتلاقيني جنبك. وفجأة الباب بيخبط وعلي بيفتح يلاقي صفوان وروح، وصفوان بيقول لروح أديكي شفتي بعينيكي عشان تصدقيني. وروح بتقول لعلي حرام عليك يا أخي لا عملت فيا كده، وبتقول له أنا مش عايز أعرفك تاني. بعدين بنشوف إبراهيم وعزازي رايحين لصياد اسمه عباري، وعزازي بيطلب من الصياد يحكي له قصة علي كلاي، والصياد بيضحك عليه وبيقول له إن علي كلاي ابنه وإنه ما قدرش يصرف عليه وهو صغير فاداه للحاج منصور يربيه. وعلي بيروح بيت الكابتن سيد وبيسأله على روح بس هو قال له إنها ما جتش هنا، وعلي حكاله قال له إنها جت لعند كاميليا وقالت له إن هي مش عايزة تعرفه تاني. والكابتن سيد بيقول له ده كان لازم يحصل، وأي مكان روح كانت هتعمل أكتر من كده. وقال له أنت مش عارف تحدد أنت عايز مين يا علي، أنت عايز كاميليا ولا عاوز روح ولا عاوز ميادة؟ وصفوان بيروح روح لأبوها وأمها وبيقول لهم إنه أنقذها من مشكلة كبيرة. في نفس الوقت المعلم عظيمة بيوصل وبيقول إنه جاي يطمن على روح، وبيطلب إيديها من أبوها وأمها، وروح أخيرا بتقول إن هي موافقة. في نفس الوقت علي بيروح لميادة وبيقول لها إنه مش هينفع يكمل معاها، وبيقول لها أنت طالق. والحاجة ماس بتلاقي صندوق الذهب بتاعها اتسرق وبتصوت وتقول للحاج منصور
تحويشة العمر اتسرقت، وبتشك في الخدامة اللي اسمها زاهية، وبتمسك الخدامة تضربها بس هي بتحلف إنها ما أخدتش حاجة، وبيدوها فرصة لبكرة إنها ترجع الذهب، ولو ما رجعتهوش هيبلغوا عنها البوليس. وفي الآخر علي بيروح المحكمة عشان يشوف اللي يحصل مع مختار، وللأسف مختار بيخرج براءة لأنه زور إن المخزن اللي كان فيه العربيات كان مأجره من 4 سنين. وفي الآخر قال لعلي كلاي اجهز بقى لأن اللي جاي تكسير عظام. وخلصت أحداث الحلقة على كده. يا ترى إيه توقعاتكم للحلقة الجاية؟ ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات، ولو وصلت لآخر الفيديو وعجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك حالا وفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير الفيديو الجاي.